هنتكلم النهاردة عن رجل عظيم اسمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رجل من أقوى وأشجع رجال الإسلام اللي أثر في التاريخ كله بقوته وعدله. أيوة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اتولد في مكة المكرمة في قبيلة قريش. كان معروف عنه من وهو صغير إنه شجاع وقوي، وكان بيقف مع الحق حتى لو ضد عيلته أو أصدقائه. بس قبل ما يدخل الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس اللي بيقاوموا الإسلام، وكانوا بيتعاملوا مع المسلمين بقسوة لأنه كان شايف إن الإسلام دين غريب عن المجتمع. لكن لما عرف الحقيقة وأسلم حصلت نقلة كبيرة في حياته، بقى أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيشارك في نشر الدين الإسلامي بحب وشجاعة. وأحسن ميزة في سيدنا عمر إنه كان صادق وشديد في تنفيذ الحكم، وكان عادل. لما صار خليفة للمسلمين أسس نظم وقوانين حسنت حياة الناس. واهتم بالفقراء والمساكين، وكان عنده قلب كبير بيخاف على شعبه زي الأب على أولاده. وكان بيسمع مشاكلهم ويحاول يحلها. سيدنا عمر ما كانش شايف نفسه فوق الناس، بل بالعكس كان دايما يقول أنا خادم هذه الأمة مش سيد عليهم. ومن أشهر مواقفه كخليفة إنه حط نظام لبيت المال عشان يوزع أموال الدولة بشكل عادل. كان بيراقب الناس الكبار والصغار بنفس القوة لو حد أخطأ، وفي أوقات كتير كان بيخرج ليلا بنفسه عشان يطمن إن الناس كويسة والعدالة ماشية صح، وده كان بيخليه محبوب جدا بين الناس. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان بيستشير الصحابة وبيسمع رأي الناس قبل اتخاذ القرارات، وده خلاه قائد حكيم الكل يحترمه ويثق فيه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معروف بقوته في القتال، بس في نفس الوقت كان رحيم وعادل. كان بيقاتل علشان ينشر الإسلام ويحمي الناس. أصدقائي، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش قصة قوة وشجاعة بس، ده كمان مثال للإيمان العميق والعدل وحب الخير وخدمة الناس. خلونا نرفع صوتنا ونقول بكل حماس نستمد منه القوة ونقول سيدنا عمر بن الخطاب قائد العدل والقوة، رمز الحكمة وشجاعة الملوك. في الحق ثابت وفي الخير راعي. يا رب نكون زي عمر دايما. وفي النهاية قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتعلمنا إن الإنسان ممكن يتغير ويتحول للأفضل، وإن القوة الحقيقية هي قوة العدل والإيمان. وإن مهما كانت الظروف صعبة لازم نكون دايما شجعان ونقف دايما مع الحق ونحب الناس ونساعدهم. أصدقائي، كل عام وأنتم بخير.